سلام يا اخوان، ان شاء الله انكم تكونوا طيبين باحسن صحه وعافيه. قصه اليوم عزيزي المشاهد حتى لو سمعتها 1000 مره او اكثر من 1000 مره، انت لازم انك تسمعها بس بطريقتي. ليش؟ لاني بخليكم تتحمسوا ان شاء الله، لان هذه القصه كثير 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 تشغل المخ. هذه القصه صارت في احد المدن السعوديه وفي مدينه جده على وجه التحديد، واللي يسمع قصص بوليسيه وجرائم تصفيه بيعرف كيف يكون يعني التعقيد كبير جدا في حل الغاز الجرائم هذه، واللي عادة تكون مخططة بشكل يخليها من سابع المستحيلات انه يتم كشفها. ولكن قصة اليوم طرف خيطها كان عقاب السجائر اللي حلت لغز جريمة كادت ان تدفن من صعوبتها. في 2017 حصلت جريمة من اكثر الجرائم تعقيدا، جريمة قتل احد رجال الاعمال السعوديين المتجنسين حسب بعض المصادر، وعلى الرغم من انها معقدة للغاية قدروا انهم يحلوها بوقت قصير جدا. اوكي، ايش صار وكيف تم اكتشاف القاتل؟ أحمسكم أكثر، تابعوا معي، يلا بدينا. سلام يا إخوان، عشان أقوي علاقتي معكم يعني أتمنى أنكم تشتركوا يعني إذا كنت جديد، وتعمل لايك يعني للحلقة عشان تساعدني إني أوصل لهدفي وأنجح بمجالي، عشان أقدر إني أصلح عيوني بدل النظارات. أهم شيء يعني متابعين اللي من قبل بيعرفوا إن كل مقاطع يلبس فيها نظارات، أما متابعين القدامى أو اللي مشترك من قبل هذه البوسة لكم، وخلونا الحين نكمل قصتنا. بس ما حقدر والله لأنه أحس إنه لازم ألبس نظارة. عموما يا إخوان، في عام 2017 أخ رجل الأعمال هذا استغرب إن أخوه له فترة يعني كم يوم ما هي يعني كبيرة، ولكن لا صوت ولا حس ولا خبر ولا رسالة ولا اتصال، يعني أكيد في شيء بالموضوع. فراح يحاول إنه يتصل عليه بس يدق ما في أي رد، فقام أخذ نفسه وقال أبى أروح أشوف القصر. فقام شغل سيارته ورايح على قصر أخوه يشوف ليش مختفي كذا. ساعة وصوله للقصر قاعد يدق الباب، يدق الجرس، ينادي، ما حد فتح الباب ولا حد رد. بعدها سأل السواق اللي تبع القصر فين أحمد أخي، ما شفته ما تعرف وينه؟ فقال له السواق لا والله أحمد أخوك له 3 أيام وما أدري عنه ولا شفته. هنا جته نوبة خوف وهلع، وبسرعة مسك جواله وبلغ الشرطة، وراحت على قصر رجل الأعمال أحمد. فوقفوا على الباب ودقوا الباب، ولكن برضه ما في أحد كان يرد. فطوالي أخذوا إذن من النيابة وكسروا باب القصر. وهنا الصدمة، بعد ما دخلوا القصر شافوا قدامهم جثة رجل متوفي، وصايرة الجثة متصلبة كمان. الآن معنا على الطاولة جريمة قتل، مو شخص عادي، جريمة قتل رجل يملك الملايين. فمن هذا اللي له هدف عشان يقتله؟ ففورا تم استدعاء الفرق المختصة وباشروا مسرح الجريمة، فحضرت الأدلة الجنائية ورفع البصمات من المكان، وتم إحالة الجثة للطب الشرعي، واللي تبين من الطب الشرعي أن سبب الوفاة كان عن طريق خنق بالحبل. وخلوني أصدمكم أكثر، رجال الأمن يوم شافوا مسرح الجريمة وفحصوه في البداية، ونتيجة لتحاليل الفحص الأولي لمسرح الجريمة ما شافوا أي أثر مقاومة ولا في أي أثر للسرقة يعني في مسرح الجريمة، لأنه مثل ما قلنا رجل أعمال، فمن المحتمل إن اللي كان بيقتله يعني بيكون عشان السرقة. يعني على سبيل المثال فكل شيء في البيت كان بحاله ومرتب حلو، بمعنى هل الجريمة حصلت بدافع غير دافع السرقة؟ فهنا نحط علامة استفهام عريضة. عموما فتح ملف للتحقيقات، وبدأ التحقيق أولا مع أقارب ومعارف الضحية أحمد اللي هو رجل الأعمال، فحققوا معاهم واحد ورا واحد ورا واحد، وللأسف ما كان في أي شيء يثير الشك منهم أبدا. فسأل رجال البحث هل الرجال هذا عنده أي عداوة أو مشاكل من قريب ولا من بعيد مع أي أحد، أو هل عنده خلافات مع ناس دخل معهم بمشاريع مؤخرا وانسحب منها؟ فجاوبهم أهل الضحية أبدا ما في أي شيء من ذا كله، والرجال كان طيب وخلوق والكل يحبوه والكل يعرفونه. مش معقول اللي يصير، قلت لكم جريمة معقدة للغاية. عموما يا إخوان، راح أحد المحققين من شرطة جدة، وهذا المحقق اللي مسك القضية مشهور جدا ومشهود له يعني بالخير انه يسهر ليل ونهار على سبيل تحقيق العدالة، ويقول لك ما ذكر ابدا انه مسك قضية في اي وقت لاحق، اللي هو في اي وقت اقصد مضى، الا وينجح انه يحدد الجاني. بمعنى اوضح، كل القضايا اللي يمسكها يحلها. عموما يا اخوان، مثل ما نعرف هالايام الدنيا كلها حتى البيوت اغلبها فيه كاميرات ومراقبة، فالمحقق هذا راح مباشرة على القصر وكان متأمل خير لأنه شاف القصر يعني مليان كاميرات. لكن بسرعة تحول الأمل هذا لخيبة أمل كبيرة، لأنه تفاجأ أن كل التسجيلات في الكاميرات ومن كل الكاميرات اللي كانت بالبيت كانت محذوفة بشكل كلي. وهنا المحقق تأكد أن الجريمة هذه ما هي عبثية أبدا أبدا،
بل جريمة منظمة بكل خطوة، وسبق الإصرار والترصد من قبل الجاني عشان ينفذها بدون أي خطأ. فقام المحقق وانتقل للقصور اللي كانت مجاورة لهذا القصر. حلو؟ فهذه القصور كان فيها برضه كاميرات مراقبة، وكل هالكاميرات تكون مركزة على البيت وطرف الشارع. يعني يا اخوان قصر الضحية ما كانوا مبين بكاميرات جيرانهم. ساعتها قام المحقق وحصر كل السيارات اللي دخلت الشارع هذا من ساعة قتل الضحية، وقام سجل أرقامها. وكل هذا الكلام يا اخوان حصل بأول يوم من التحقيقات. بعدين استدعى كل أصحاب السيارات هذه وبدأ يسأل كل شخص لحاله: أنت قبل 3 أيام مريت من هالشارع؟ ليش مريت من هالشارع؟ ومن فين كنت جاي؟ وفين كنت رايح؟ فطبعا يعني كلهم جابوا، ولكن ما كان عليهم أي توتر. يعني يا اخوان ما فيهم أي شبهة تخلي المحقق إنه يشك فيهم، وأثبتوا صحة كلامهم، فما حجزوهم في التحقيقات ما عدا شخص واحد. هذا الشخص يا اخوان صاحب سيارة تاكسي. يوم سألوه قال لهم: اي نعم، وقفت عند أحد القصور ونزلت شخص ومشيت. وطبعا كما عرفنا إنه من كاميرات الجيران مش باين غير طرف قصر الضحية، لكن يوم عرضوا على صاحب التاكسي صورة القصر هذا قال لهم بالضبط: نعم، نزلت الراكب عند بوابة هالقصر. المحقق هنا حس إنه في شيء تحرك جواه، فقال لصاحب التاكسي: حلو، طيب تعرف هذا الشخص اللي نزلته هنا منه؟ فقال صاحب التاكسي: لا والله ما أعرفه شخصيا. هنا المحقق حس بخيبة أمل، وفجأة صاحب التاكسي يقول: بس يا حضرة المحقق، هذا الرجل يتصل علي بين فترة وفترة عشان أجي أخذه وأنزله للقصر هذا، وبرضه أعرف شكله تماما وأعرف وين ساكن. المحقق هنا مرة ثانية رجع له الأمل، قال له: ممتاز جدا جدا ممتاز، تعال هنا ودينا لمكان بيت هذا الرجل. يوم وصلهم صاحب التاكسي لبيت الرجال المشتبه به، قال لهم: هو ساكن بأحد هذه البيوت، بس ما أدري يعني بأي بيت بالضبط، لأن البيوت هذيك بهذاك المكان كانت شعبية، يعني صغيرة وكذا ومتشابهة، والمنطقة أغلب سكانها عمال أجانب. وهنا رجال البحث والتحري بعد ما حددوا وعرفوا كم بيت ممكن يعني يكون المشتبه جواه، أخذوا إذن من النيابة إنهم يداهموا البيوت هذه. إجاهم أمر الموافقة من النيابة وداهموا البيوت، وساعتها قبضوا على 6 أشخاص. قام المحقق الشاطر هذا وبدأ يحقق ويستجوب من المشتبهين هذول ال6، لكن كلهم قالوا: ما لنا علاقة بهذا الشخص ولا نعرفه أصلا. وبرضه ما كان عليهم يعني آثار تثير الشك إنهم يعني يعرفوه من الأساس. فأخذوا ال6 الأشخاص هذولا وجابوا سائق التاكسي وعرضوهم عليه. هنا سائق التاكسي يا إخوان قدر إنه يتعرف على الشخص المشتبه به، وهذا الشخص اسمه أحمد ويمني الجنسية. فقال السائق: هذا هو اللي أوديه القصر من فترة لفترة، هذا اللي يتصل علي دائم عشان أوديه واجي أخذه وأنزله عند هذاك القصر. محمد هذا اللي هو المشتبه به عمره 53 سنة يا إخوان، يعني كبير بالسن، وهو من أحد المقيمين اليمنيين في السعودية ومقيم في جدة كمان. رجع المحقق لمحمد هذا وقال له: أنا مو سألتك لك علاقة بأحمد وقلت لا، ليش تكذب؟ فقال له محمد: لا بس الصراحة خايف. قال له محقق: خايف من شنو؟ ويرد محمد: خايف أتورط بالقضية. فهنا المحقق قال له: أي قضية؟ أنت أصلا إيش دراك إن أحمد مقتول؟ قال له محمد وهو مرتبك: لا بس شفت بالأخبار. المحقق هنا كان شعوره غريب، فقال له: اسمع يا الحبيب، أي أخبار؟ إحنا لسه البارح أخذين الجثة للتشريح، واليوم أول يوم بالتحقيقات. بعدها محمد ارتبك وقال له: اسمع، أنا بقول لك كل حاجة وكل شيء عندي. قال له المحقق: تكلم. قال له محمد: أنا راقي شرعي وأبيع العسل، ولي علاقة مع رجل الأعمال هذا، وعلاقتنا عمرها أكثر من 4 سنوات، فأنا دايم أجيه وارقيه، ولا في بيني وبينه أي شيء غير إني فقط أروح له وأبيع له العسل هذا وأقرأ عليه رقية شرعية فقط، لا غير ولا أزيد ولا أنقص. وبالفعل لما أنتوا رحتوا وراجعتوا الكاميرات ذاك اليوم أنا كنت جيته، ولما خلصت شغلي معاه فشلت نفسي ورحت، لكن ما لي أي علاقة في قتله، ولا أنا اللي قتلته، وإيش هدفي أصلا من إني أقتله. وطبعا أخ رجل الأعمال هذا تعرف على محمد وقال للمحقق: إيه صحيح، كثير مرات أشوف هذا الرجال يجي ويرقي أحمد أخي الله يرحمه، فما أعتقدش أن هذا له علاقة. يعني هنا المحقق جته خيبة أمل وخاب أمله شوية يعني في الموضوع، يعني رجل عمره 53 سنة وراقي شرعي، فما أتوقع أنه له علاقة، لكن ما زال هو المشتبه الرئيسي. فحجزوه على ذمة التحقيق واطلقوا سراح ال5 الباقيين. طيب يا ترى وإيش اللي صار مع المحقق هذه الليلة بأول ليلة من التحقيقات؟ طبعا المحقق رجع للبيت ولا نام ولا قدر ينام، وجالس يفكر كيف يحل لغز هذه الجريمة. ومثل ما قلت لكم انتم شايفين يا اخوان التعقيد اللي صاير يعني. فقام يراجع الصور وأقوال المشتبهين، وكان مركز على أصول محمد اللي هو المشتبه به الرئيسي. لكن هنا لفت نظره إن في مكان مسرح الجريمة عثروا على أعقاب سجاير.
فقال معقول يعني يدخن؟ يعني رجل 53 سنة كبير بالسن مطوع وراقي شرعي؟ لا لا لا، ما مستحيل، بس يمكن يدخن، ليه لا؟ فقام واتصل بشقيق رجل الأعمال الضحية هذا وقال له اسمع، السلام عليكم، أخوك الله يرحمه هل كان مدخن؟ لا ما كان يدخن بالمرة. طيب سوى أخوه يدخن؟ برضو لا والله. تمام استودعك الله. فإيش تتوقعون عمل المحقق؟ تعالوا معي خلونا نشوف، بس أتمنى أنك تكون اشتركت بالقناة طال عمرك وعملت لايك. أوكي، فهنا قام المحقق واتصل بزملائه في قسم الشرطة وقال لهم بالله الرجال المشتبه بقتل رجال الأعمال روحوا اسألوه هل يدخن؟ قالوا إيه، من أول يكلمنا يبغى دخان، بالآخر جاء واحد من جماعته جاب له أغراض ودخان معاه وخلاص. شوفوا هنا ذكاء المحقق، قال لهم وش نوع دخانه؟ قالوا له من الشركة الفلانية، دخان كذا كذا. وهنا كانت الصدمة يا إخوان، لأن أعقاب السجاير اللي بمسرح الجريمة يا إخوان نفس نوع الشركة اللي يدخن منها المشتبه به. وهنا بدأ طرف الخاطبين. أنتم متخيلين يا إخوان كل هالسالفة وكل هذا الكلام صار في أول ليلة من التحقيقات؟ يعني حتى ما مداهم إنهم يفحصوا عينات ويطابقوا بصمات. هذا بس يعني عشان يعني تعرفوا ذكاء المحقق. عموما ثاني يوم يا إخوان راح المحقق للمشتبه المحجوز اللي هو محمد صاحب 53 سنة، وراح يحقق معاه ويواجهه بموضوع أعقاب السجاير، واستخدم معاه يعني أساليب في التحقيق إلى أن حصل له مخرج وقدر إنه يسحب منه اعتراف بكل شيء. وكانت هنا الصدمة الحقيقية. محمد اعترف وقال أنا استغلت ثقة رجل الأعمال فيني وكنت أعرف عنه كل شيء، حتى أعرف وين يحط فلوسه في القصر، وصحيح كنت دايم أروح له وارقيه، لكن نفسي ضعفت قدام الفلوس وقررت أقتله وأسرق الفلوس اللي عمت عيني. يقول ذاك اليوم رحت له وكان معي حبل دايم يعني أنا لما أجي أرقيه أخليه ينسدح أو يستلقي، وساعتها بعد ما استلقى وحسيته يعني استرخى قمت أنا طلعت الحبل هذا ولفيته على رقبته وجلست أشد إلين جلس يناخر ويخبط يده ورجوله على الأرض ويزبد من فمه، واستمرت بالخنق حتى تأكدت إنه مات للأخير. بعدها قمت أنا دخلت لي حبتين سيجارة وقمت ربطت الجثة أياديها ورجولها وحطيته في كيس على أساس إني أخذ جثته وأدفنها بأحد المناطق البرية. لكن جتني لحظة إدراك إن الأحياء وشوارع والخطوط السريعة اللي بجدة أغلبها فيه كاميرات مراقبة، فترددت نفسي وقلت بخليه هنا لأنه يعني من الأساس ما حد يجيه كثير. بعدها سرقت منه مبلغ كبير اللي هو كان يعني مخبيها عنده وحطتها في كيس وهربت البيت، وكنت ناوي إني أهربها أول شيء لخارج البلاد وبعدين أنا أهرب من السعودية. تدرون الصدمة المحزنة يا إخوان بالموضوع؟ خلوني أقول لكم الصدمة يا إخوان إن المحقق البطل هذا اللي هو الرائد يزيد النافعي بعد ما قدر إنه يحل لغز هالجريمة بفترة يومين والحمد لله، وقدر إنه يعني يحقق فيها العدالة، وهذا بفضل الله وكرمه منه، توفاه الله في اليوم الثالث بموت طبيعي. فأنسأل الله له الرحمة وإنه الله يرحم أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. يقولون إنه جته سكتة قلبية وتوفي على أثرها. طيب نكمل، وإيش صار للمتهم؟ طبعا بعد عدة تحقيقات معه تم المصادقة على أقواله وتم تمثيل مسرح الجريمة ومطابقة البصمات والأدلة وإرجاع المبالغ المسروقة بعد تهريب جزء بسيط منها خارج السعودية. بعدها تم الحكم عليه بالقصاص، وفي 2021 تم تنفيذ حكم القصاص في المتهم. وإلى هنا تكون انتهت قصة اليوم. وكمان لو أعجبك طرحي للقصة شاركوني آراءكم بالتعليقات، وهنا بحط لكم سنابي وإنستغرامي تقدروا انكم ترسلوا قصصكم عليه. ولا تنسوا كمان حط لايك واشترك بالقناة، واستودعك الله وأراكم في حلقة أخرى.